تفتكروا ايه اللي ما وراء محكمة الأسرة؟ حكايات كتير، ده خلع وطلاق ونفقة، حكايات تخليك تتعاطف معاها وحكايات تخليك تستغرب. بس الحكاية النهاردة من نصيب حماتي الملاك. الواحد فاكر ان فيديوهات الحما الملاك وبنتها موجودة على السوشيال ميديا بس، دي اتأهلت ووصلت معانا لمحكمة الأسرة كمان. صاحبة الحكاية النهاردة هي ميم اللي اتجوزت فيه عن قصة حب، واللي من البداية عرفت فيه ان هي مش عايزة تعيش في بيت عيلة، ففيه وافق وخد لهم شقة بعيد عن بيت العيلة. بس الاستقرار ده ما فضلش كتير لحد ما حماتها ذات السلوك الثعباني الملتوي سخنت فيها على مراته علشان تنزل تخدمها هي وبنتها في بيت العيله، ولما رفضت اعتدى عليها وضربها وكمان منعها من زياره اهلها. ومع كل الذل والاهانه دي ميم رفضت وسابت البيت ورفعت عليه قضيه خلع. وعلى فكره ميم ما لقتش الدعم الكافي من كل عيلتها ولا من اي حد تعرفه ولا اي حد تعاطف معاها ولا قال لها انت اصلا مش ملزمه تخدمي ماما ولا تنزلي من بيتك 3 ايام في الاسبوع عشان تفضلي تخدمي في بيت حماك. وفي طبعا اللي كان ضدها وشاف ان هي اتسرعت وكان لازم تستحمل وتطاطي شويه لحماك، دي في مقام مامتك ما تخدميه والجمل اللي انتوا عارفينها دي، عدي واصبري علشان المركب تمشي وضل راجل ولا ضل حيط، ده انت ما كملتيش سنه جواز، حماتك كده كده مش عايشه لك العمر كله وبنتها مصيرها تتجوز وتحل عنك. بس ثواني كده بجد، هي ليه تستحمل وتكمل في وضع مش مناسب ليه؟ فين الاغراءات اللي في الجوازه اللي تخليها تستحمل شويه لحد ما الامور تتعدل؟ عندك عدد واحد حما متدخله حشريه تسخن الراجل على مراته وكمان ما عندهاش مشكله ان ابنها يمد ايده على مراته، يعني من البدايه اصلا التربيه كانت غلط. وهنا برضو نفس الحما اللي لو جوز بنتها مد ايده عليها هتروح تطلع عينه وعين اللي جابوه وهتسمعه ما لا يرضي رجولته خالص. وعدد واحد اخت متدخله ما عندهاش ضمير ولا ترضى ان هي يتعمل فيها كده بعد الجواز، ومع ذلك شايفه مامتها بتعمل ايه في مرات اخوها وساكته خالص، وكمان عايزه البنت تخدمهم بالرغم ان صحه البنت وامها كويسه ما فيهاش حاجه، مش بيجروا بيهم يعني على الدكاتره. وعندنا اهم عدد في الموضوع، واحد زوج ودني ملوش كلمه وعدها ان حياتهم هتبقى مستقله بعيده عن بيت العيله، وطلع ملوش كلمه وكمان ملوش شخصيه. امه ممشياه تقول له مراتك تنزل تخدمني حاضر، اتخانق معاها وطلع عينها لحد ما تنزل حاضر، وفوق كل ده بيضرب مراته وبيعتدي عليها. سؤال هنا بجد، هي البنت هتعيش الحياه كام مره عشان تعيش مضغوطه ومستحمله وقرفانه؟ ما تعيشها بالشكل اللي يرضيها ويريحها. فين بقى المميزات الفظيعه اللي تخليها تتغاضى شويه وتصبر وتطاطي زي ما بنقول؟ وعلشان ايه اصلا ما تهرب وتخلع منه ومن عيلته؟ وخصوصا ان ما فيش بينهم اطفال يتربوا على ايد جوزها الهمج، طفل يبقى عنده جده وعمه بالاخلاق دي؟ ما الحياه لا تحتمل الكثير من فيه وامثاله. في من ميم ستات كتير قوي اللي جوازاتهم بتبوظ علشان تدخل الاهل وعلشان الزوج طلع مش قد كلامه وكمان بيسمع اللي حواليه من غير ما يفكر او يحكم عقله. وفي بنات كتير ما بتستحملش الحياه اللي من النوع ده. ومش معنى ان في ستات صابره وساكته على الحياه دي ان باقي البنات والستات تستحمل وضع هي مش سعيده فيه ولا هتقدر تتقبل. في ستات ما تقدرش تستحمل ان بيتها يبقى مشاع لعائله الزوج، يدخلوا يفتشوا ويروحوا وييجوا في شقته ويستخدموا كمان حاجتها من غير استئذان، ولا عندها صحه وطاقه ان هي تخدم بيت عيله جوزها جنب بيت حقهم يكون ليهم بيت مستقل خاص بيه، مجهودها كله يكون رايح للبيت ده. وفي اصلا اللي صحتها ما تقدرش تستحمل غير ان هي توفي طلبات بيتها بس، ما هو يوم ما صحتها وطاقتها يخلصوا مش هتلاقي اللي يقف معاها ولا يقدر اللي عملته. علشان كده بلاش نلوم البنات اللي ما استحملتش، علشان اصلا ما فيش حاجه تجبرها على ده، والقانون نفسه اداها الحق ان هي تخلص من جوزها في الوضع ده. واقفين انتوا فيها ليه وبتقنعوها ان هي لازم تيجي على نفسها؟ حقها هنا بقى ترفع قضيه خلع، صحيح هتتنازل عن كل حقوقها بس في سبيل راحتها، لان في قضيه الخلع مش شرط تحديد سبب معين، كفايه ان هي مش قادره تتحمل الحياه معاه وتخاف الا تقيم حدود الله، ايوه زي محامي خلع كده. وبعدين هو الدين بيقول ايه في الموضوع ده؟ دار الافتاء قالت ان لا يجب على الزوجه خدمه ام زوجها او غيرها من اهله، ولو الزوجه عملت ده فهو من باب الاحسان اللي المفروض نشكرها عليه، والمفروض الزوج يبقى عارف ان خدمه مامته تبقى حاجه مفروضه عليهم هم سواء كانوا اولاد او بنات، ومفيش حاجه في الشرع تلزم الزوجه ان هي تخدم حماتها. وفي الاخر قاموا قايلين ان طاعه ام الزوج ليست واجبه على الزوج. شايفاك يا حمايه اللي مش عاجبك الكلام، اوعوا تكونوا فاكرين لا سمح الله ان انا بقوم الستات على حمواتها، هو بس من حق كل بنت ان هي تعرف حقوقها وتعيش حياتها بالشكل اللي يناسبها وتربي ولادها مع اب سوي يطلع جيل كويس. فيها عيال مشوهه نفسيا مش متربيه. وبعدين هو اصلا كونسبت الخدمه في بيت اهل الزوج دي جت منين؟ وليه اتفرضت على بنات في مناطق واماكن معينه وكانها واجب عليه، ولو ما عملتهاش تبقى مش بنت اصول ومش زوجه كويس؟ والمشكله هنا بقى ان الحما اصلا بتكون بصحتها وتقدر تخدم نفسها، ومع ذلك في حموات بتتصنع لمجرد استغلال الضيفه اللي لسه داخله عليه. وعلى فكره معظمنا مش بيبقى ضد ده خالص، بس لما تبقى الزوجه هي اللي عايزه تعمل ده بارادتها مش مغصوبه ولا فرض وواجب عليه، هي حبت تعمل ده اوكي تمام، ما حبتش ما حدش يقدر يلوم، او هي دخلت ولقت حماتها بتعمل اكل او بتحضر لاي حاجه، ذوقيا نساعد بعض ونعرض المساعده دي بجد، ما يبقاش مجرد كلام وخلاص، ولو في حاجه نقدر نعملها مكانها نعمل كده. وللاسف الموضوع ما بيبقاش مقتصر على فكره مساعده الحمل، لكن ده بيحصل منها تدخلات في خصوصيات البيت وكانه عادي. حقها طبعا تطمن على ابنها وساعتها، بس حياتهم الزوجيه ما تبقاش على المشاع. هو اصلا فين الحياه في كده؟ ما البنت يعني بتروح على النوم وطول اليوم بتبقى عند حماتها. ما تحكوا لنا شويه كده عن قصص الحموات وبنات، ولو عندكم قصص طلاق لاسباب غريبه او مأساويه ممكن تشاركوني بيها او ابعتوا لي مسجات.